عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ اخباركم ايه؟ رب تكونوا جميعا بخير. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا تسمعوه، سواء كنت قديم في اللعبة او جديد، سواء كان معاك فلوس ارباح كتير او معاكش، سواء عدت ليفل 9 او ما عدت. الفيديو ده مهم انك تسمعه، مش على قد الكروت وبس. تمام، مهم انك تسمعه من الاول للاخر، لان مواد الادراك غالبا خلاص يعني تقريبا اتحدد على يوم 10. ده طبعا بنسبة 90%. فهنبتدي نعمل اللي احنا هنقوله في الفيديو ده. تعالوا الاول نبص على الكروت بتاعت النهارده. تمام، ده الكارت الاولاني هنلاقيه في خانة الليجل من الماين، طبعا خانة الليجل ادي الكارت الاولاني. تمام، بتاع لايسنس اثيوبيا. تمام، الكارت التاني هنخليه في السبيشال. تمام، ده الكارت التاني. جميل. الكارت التاني اللي هو البري ماركت لانش. تمام. الكارت التالت في السبيشال برضو هتلاقيه ال NFT كوليكشن لانش. تمام، دول التلات كارت هنفتحهم. تعالوا نبص كده كل كارت هياخد مني كام. يعني انا عشان افتحهم، يعني ادي الكارت الاولاني 5,590,000. تمام، اللي اهو 5 مليون تحت خالص، سيبك من الستة تلاقيها 5,590,000. تمام، الكارت التاني هياخد مني 8,560,000. تمام، يعني الكارت التالت تمام هياخد مني 1,370,000. ده كلهم داخلين حوالي 15 او 16 مليون. طب ما افتحهمش؟ لا افتحهم. تمام، لسببين. السبب الاولاني ان انا هيرجع لي التلت، يعني انا هصرف 15 مليون هيرجع لي 5 مليون منهم، ده رقم واحد. تمام، ودلوقتي اي مبلغ هتصرفه هيرجع لك منه التلت، اصرفه. يعني انت هتصرف مثلا مليون، هيجي لك في المليون مثلا طبعا 300,000، ده كتير. تمام، فانت كده بالنسبه لك كتير. احنا النهارده اي مليون هيجي لك عليهم 3000، اي مليون هتصرفه يجي لك عليه 3000 او 2000 اصرفه. يعني رقي كروتك بكل الطرق، ما تخليش اي كروت. فلس الاكونت زي ما بيقولوا كده، صفره خليه صفر، ما تخليش معاك كوينات. تمام، يعني اي اكونت المليون هيديك 2000 فيما فوق اصرف. يعني انت 5 مليون هيدوك مثلا 10,000 اصرف لو 5 مليون. طب 5 مليون هيدوك 8,000 اصرف برضه. تمام، ما تنزلش عن ال1000. عامة ما تنزلش عن 1000، المليون ما ينزلش عن 1000 عشان خاطر تلحق تحقق عادي، واصرف بأول بأول. تمام، دول التلات كروت. وبعدين في حاجة تانية في التلات كروت لما نيجي نفتحهم. جميل، بس خلي بالكم الناس الجديدة ما جابتش ليفل 9 ما تصرفش. تمام، ادي الكارت الاولاني. عشان نشوف، انا عاوز اشرح لكم حاجه كمان. لانسا اثيوبيا، المفروض ان انا لو صرفت ال5 مليون هيرجع لي 4000 وشويه. تمام، يعني انا هيرجع لي تقريبا في رينج ال1000 وشويه كل ساعه على ال5 مليون، مفيش مشكله اصرفه. تمام، في السبيشال طبعا نفس النظام. انا طبعا عشان مخلص الفلوس ومصفر العداد عندي اول باول، فطبعا مش هيجي 8 مليون، هيجيبوا لي 12,000. يعني المليون جايب لي حوالي 1500. حلو جدا. تمام، اللي بعده ال NFT. ال NFT تمام، المليون و300 جايبين لي 2700. حلو جدا، اصرف. تمام، الناس اللي تحت ليفل 9 تجيب ال 100 مليون بسرعة، ما تستناش. لو هما ليفل 7 و 8، يعني 7 يستنوا يجيبوا ال 50 مليون، وبعد ما يجيبوا 50 مليون يجيبوا ال 100 مليون. تمام، عشان يوصلوا ليفل 9. ليفل 8 غالبا مش هيقبل، ليفل 8 غالبا مش هيقبل، ممكن هيطلع بره الموضوع خالص. ليفل 9 في ناس كتيرة جدا هتطلع منهم، فانت لازم بسرعة. يعني فوق الرقم، شايفين الرقم اللي فوق على اليمين ده، المليون 650 ده، لازم تحاولوا توصلوا له وان عرفتوا توصلوا ل 2 مليون كمان فوق، توصلوا ل 2 مليون عشان خاطر ما ت... ما تطلعوش بره، لان هيحصل تصفية الهامستر، لان عدد المعدلين وصل 200 مليون. 200 مليون كتير، مش هيدوا فلوس ل 200 مليون. لو ادت 200 مليون كل واحد هياخد له نص دولار، دولار وربع، فهيصفوا ناس كتير. تمام، ده بالنسبة للناس القديمة والجديدة. الاوتو كليكر انا منزل شرح ازاي تتجنب الحظر بتاعه، ان هو يطلعش حظر بسببه. تمام، ده الاوتو كليكر. اي حد عامل اكتر من حساب على نفس الموبايل يشيل منهم حساب، يحط على اي موبايل تاني، ما يكون مثلا هو منزله عند مثلا اخوه اخته ايا كان ما بيشتغلش عليه، ينزل الحساب بتاعه عند في موبايله ويشتغل عليه، ما يخليش حسابين على نفس الموبايل. تمام، عشان ما يتحذرش. آه نقطة أخيرة، تحت الفيديو هسيب روابط مهمة تنفعك. في بوت أنا كنت نزلته بتاع التاب كوين، ابتدى ينزل له كروت، هبتدي أنزل برضه الكروت بتاعته. تمام، ده مهم جدا. الروكي اهتموا بيه جدا، البوت بتاع الروكي اهتموا بيه جدا. صفروا العداد بتاعكم، كل ما يوصل 10 مليون نزلوه الصفر طول ما انتوا فوق الليفل 9. اي استفسارات اي حاجه، رقم الواتس تحت الفيديو، والرابط وكل حاجه مهمه هتلاقوها تحت الفيديو. انا بقيت بسيب الحاجات المهمه تحت الفيديو. السلام عليكم.